الجماهير التونسية فرحانة أكثر ما فرحانة الجماهير المغربية. الإخوة الأخوات، السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو جديد. كيف العادة خليوا لنا لي لايك ديالكم، لي كومونتير كيهمونا. نبداو على بركة الله. بالنسبة لهذا الفيديو إن شاء الله فايت درت لكم فيديو قبل من هذا اللي شفنا فيه ردود الأفعال، هذا كذلك غادي نشوفوا فيه الجماهير التونسية كيفاش فرحانة بهذا الانتصار ديال المغرب على سوريا، وغنشوفوا ردود الأفعال الجماهير العربية. يلا نبداو على بركة الله. معلم شايف هي دقني؟ شايفها؟ أنا لو بتفوز المغرب علينا بكرة هي الدقن شايفها؟ عالزيرو. قد ايه اللي عم ربيها؟ قد ايه عمري 23 24 سنة. 24 سنة عم ربي هي الدقن. بكرة إذا بتفوزنا المغرب أنا رح أحلقها. وأنا عم بقول لك هي الكلام وأنا عرفان إني ما رح أحلقها. لأني واثق بصوت عاصم. وشنو دابا؟ حسنتي هذيك اللحية ولا باقي؟ راك ماشي راجل لما حسنتي هذيك اللحية، بقى على كلمتك. شوفوا معي دابا الجماهير التونسية الإخوان. يا المطار يا سوريا، المطار يا سوريا، المطار يا سوريا. جمهور تونس واقف مع المغرب يا جماعة. أكيد مع المغرب. جمهور تونس مع المغرب ضد سوريا من بعد ما أقصوهم من بطولة كأس العرب. بيحكوا لهم باي باي على المطار، باي باي على المطار. على المطار سوريا. أيوة. كما شفتوا الإخوان التونسيين فرحانين، تابعينهم كيقول لهم على المطار. نشوفوا واحد اخر في نص الملعب، جميلة رائعة، شويعر حاطها 1-0 لأسود الأطلس. يا بابا على البنة، يا بابا على البنة، يا بابا على البنة. ايه 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 بابا، فرهت لي على قلبي. ربنا يرحم والديكم يا ربي. فضل بردتوا لي على قلب واخوتي. هذا الفيديو هذا فيه الموسيقى ما نعرف واش يقدر يدوز ولا لا، المهم حتى نشوف. فضلكم لينا خاوة خاوة خوت، دنيا واخرة. تعرف السيليبراسيون تاع شوات. زيد عليهم السيليبراسيون تاع يوسف البليلي. تعرفوها؟ كما شفتوا الاخوان التونسيين فرحانين. المهم حنا راه كندوزو هنا فيديوهات في اطار الروح الرياضيه الاخوان، وكنبقاو خوت مع السوريين مع جميع الاجناس الخوت. هادشي في اطار الضحك وفي كره القدم. الجمهور التونسي فرح بهزيمة سوريا أكثر من فرحة الجمهور المغربي بالانتصار. أما السؤال علاش؟ والتوانسة لتو ما نساوش آخر مباراة بين سوريا وفلسطين في دور المجموعات بعد ما رفضوا اللعب بما أنه التعادل يرشحهم الزوز. في المقابل تونس تخرج من المسابقة. الإحساس بالظلم بقى معلق، واليوم كي خرجت سوريا قدام المغرب جزء كبير من التوانسة اعتبروها رد اعتبار معنا، وشفنا العلم التونسي حاضر في مدار الجمهور المغرب. أما المنافسة تبقى رياضية فقط وبعيد على أي تعليقات عنصرية أو تمييز. وانت كنت تحب قصص الكرة والجمهور ما تنساش تخلي فولو. داكشي اللي كاين، كيبقى هادشي في اطار كرة القدم الاخوان. وكما شفتوا راه كان الجمهور ديال تونس كثير تا هو كيساند المنتخب المغربي. المباراة دي ايه؟ لا دي ما تقوليش كاس عرب وبطولة عربية والكلام الفاضي ده. دي مباراة هربانة من كاس العالم. دي مباراة مش دوري الابطال، لا دي مباراة هربانة من كاس العالم. ماتش كده بين البرازيل والارجنتين كده، ايطاليا اسبانيا، يعني حاجة في الرينج ده. لكن تقول لي كاس عرب لا 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 لا، الكرة العربية عندنا اتطورت قوي يا جماعة. طبعا مش هتكلم على منتخب مصر الحبيب لانه يعني مش هذكر مصر دلوقتي خالص. ايه يا جماعه ده؟ ايه الجمال ده؟ الجو بره المفروض درجه الحراره بره 2 تحت الصفر، الجو عندي هنا في البيت كان 45. الحراره كانت هنا في البيت 45 بسبب سخونه المباراه. ايه يا جماعه؟ وبعدين ايه حارس سوريا ده؟ الله اكبر عليك. ايه حارس سوريا ده؟ ده مكانه مش في، ده مكانه في اوروبا. ده مكانه في اوروبا الحارس ده. الماتش كله في ناحيه، وان اللي سجل الهدف طبعا وليد ازارو حبيب قلب الاهلاويه في ناحيه لوحده. الف مبروك لمنتخب المغرب الشقيق، وهارد لك لمنتخب سوريا الشقيق. قدموا مباراه عظيمه عظيمه عظيمه. صراحه الماتش زوين الخوت. دابا باش مشيت درت الماتش ديال السعوديه وفلسطين، صراحه كان الماتش شويه ممل، ماشي بحال لي ماتش ديال المنتخب المغربي كيكون فيهم الحراقيه ديال بصح. اللي بيستاهل ربح. مبروك
اسود الاطلس ما شاء الله يا اخوان. المغرب لو بينزلوا تشكيله من الجمهور 11 لاعب ينزلوه من الجمهور بيلعبوا كره قدم جميله يا اخي. التطور اللي قاعد بشوفه انا بالمغرب والمنتخب المغربي بجميع فئاته شيء يرفع به الراس، شيء لازم تمدحه. اليوم يا اخوان عندهم لاعب وسط اسمه امين زحزوح. الزحزوح هذا راح يزيح الدنيا كلها على جنب، ما شاء الله عيني عليك باردة يا ولدي. المغرب الصراحة يا اخوان بيمتعوك انت بتتابعهم. ما بعرف بتستقبلونا نشجع المغرب بكأس العالم صراحة. اوروبي، مواصفات اوروبية، ليش اروح اشجع الاوروبيين؟ ما اشجع اخواننا وانتهى الموضوع. ثانيا هارد لك لاخواننا وحبايبنا السوريين، قدمتوا مباراة حلوة للأمانة. دفاعيا اليوم كنتوا جاهزين. الجول انا بس في علامات استفهام، كلوب الدفاع ليش واقفين؟ ليش تاركينه لحاله يعني؟ ليش مستنيين الحارس يضل ينقذكم؟ شال له كم كرة ما شاء الله الياس. يبدو انه الحارس راح يكون مستقبل الكرة السورية في السنين القادمة وحش وحش وحش. بس استغربت من قلوب دفاع صراحة. كان بإمكانك تلعب بخريبين أبدر شوي. نزول خريبين شفناه غير من شكل المنتخب السوري. هارد لك كمان مرة. يعني بعد كل هالفترة ترجعوا تأدوا هيك أداء، تحية لكم والله حبايبنا جميعا. السلام عليكم. تحياتنا لك. فكرني اخوتي في الخوض في التشكيله ديال المنتخب الاول فاش بينا هنا دابا. فالركراكي راه اعلن على اللائحه، ومهم شحال من واحد كان كيتسنى يكون فيها شي لاعب من 20 سنه، ولكن راه ما كاينش حتى شي واحد. نمشيو نشوفوا فيديو اخر. بس رحوته في الذكريات والله يا أزار لنا معاه صوالات وجولات. وليد أزار والله حد أهلاوي ينسى وليد أزار يلا بهدف ولدنا وليد أزار. واحد يقول لي ولدكوا كيف يعني وليد أزار ومغربي؟ أقول لك لا، ابن النادي الأهلي وليد أزار. يصعد بمنتخب المغرب إلى نصف نهائي كأس العرب في مباراة أقل ما يقال عليها أنها ملحمة دفاعية من ناحية المنتخب السوري وملحمة هجومية من ناحية المنتخب المغربي اللي كان عاجز عن التهديف لحد نهاية المباراة. في الدقيقة تقريبا 80 سجلوا الهدف وليد أزارو، مع ان الحارس صدها بس رجع التاني برضو الوليد أزارو عشان يسجلها جون. ودلوقتي مستنين الفائز من مباراة الإمارات والجزائر عشان بقى نشوف ماتش من العيار التقيل بقى بين المغرب والجزائر بإذن الله. شكرا المغرب على إنقاذ السمعة الأفريقية، وفي انتظار الجزائر إن شاء الله. هذاك ديال نصف النهائي الخوت عاوتاني ماتش بوحدو. المنتخب السوري اليوم قدم مباراة قوية والكل يأيدني في هذا الشيء. مبروك حق المغرب زين، بس اللي يستاهل الفوز تمام المنتخب السوري. قدم مباراة لين دقيقة 80 بس للأسف المدرب ما عرف يفرض شخصيته في المباراة. مدرب ضعيف، وانا ما الوم المدرب لان سوريا ما عندها دوري. المغرب يوجد عندها دوري، نص لاعيبتها محترفه برا. صح في نص اللعيبه سوريا محترفين برا بس ما في دوري. خلكم صريحين. انا ابارك حق المغرب، مبروك تستاهلون الفوز، بس خلكم صريحين، خلكم منصفين. في منكم لا وفي منكم صرح الاربعه والخمسه انتم طلعتوا بجول. الله يعينكم اذا انتم واجهتوا السعوديه او الاردن او العراق، ايش بيصير فيكم؟ والله العظيم كنتوا تطلعون باربعه بخمسه. سوريا اللي ما عندها دوري فزتوا عليها بجول، والجول يعني جاء غلط من الدفاع مش من الحارس صد بس الدفاع. واش من نيتك كتهضر؟ غنوجهوا السعوديه وغادي ناخذوا 4 غناكلوا 4 وانت راه يلاه لعبنا معاكم وخسرتوا. والله اخويا ما كتقشروش. ما قدر يطير. ف يعني انتم تعرفون يعني، فلا حد يجي يقول لي ابو هلال انت صرحت امس. انا صرحت صحيح بس للاسف مدرب يعني ما ادري ايش اقول له يعني. تسير بينكم وبين الكره غير الخير والاحسان. المغرب يا جدعان احلى حاجه فيها ان هي باي منتخب بتقدم فنون الابداع في كره القدم. النهارده عملوا ماتش جامد جدا، عملوا ماتش تاريخي، والماتش ده اصلا يطلع 3 4 5 زي ما انت عايز تقول. فانا بالنسبه لي يا جدعان منتخب المغرب ده بالنسبه لي منتخب الثاني. يعني انا بالنسبه لي منتخبي فشل في ان هو يصعد من المجموعات اللي هو منتخب مصر، طلع منتخب الثاني المغرب. ديما مغرب اقسم بالله افضل منتخب، بص من افضل المنتخبات في العالم، مش المنتخب ده تحديدا، ولكن انت لو بصيت على كل المنتخبات بتاعه المغرب هتلاقيها بتقدم كوره. في كوره انت بتتفرج على كوره نظيفه،
دي بقى الكوره النظيفه، دي الكوره السهله، السهل الممتنع. هم طالعين متاسسين، متدربين صح، مؤسسين صح، في نظام، في بروتوكول معمول، في اتحاد فاهم، في منظومه كامله بتخدم على المنتخبات دي، بتخدم على الافراد دي. هو ده اللي احنا عايزينه. منتخب المغرب يا جدعان النهارده بيدينا درس في ان يعني ايه اتحاد فاهم، بيحب بلده، بيحب يعني عارف يدير كرة القدم، عارف يدير الملف بتاع كرة القدم باحترافية. جايب ناس بتشتغل، جايب ناس بتحب بلدها، جايب ناس عارفة يعني ايه مسؤولية، جايب ناس عارفة يعني ايه منتخب، جايب ناس عارفة يعني ايه بطولة انا بشارك فيها، بطولة بتحمل اسم المغرب. فهو ده المغرب، النتيجة او الحصيلة بكل اللي احنا بنشوفه ده. فشابوه منتخب المغرب، منتخب التاني اللي انا طبعا بفتخر ان انا بقول المنتخب التاني شابوه. اتمنى ان انتوا رقم واحد تاخدوا البطوله. لو لا قدر الله ما حصلش يبقى فلسطين، يعني انتوا يا فلسطين، ولكن رقم واحد حاليا اتمنى انه ياخد البطوله هو منتخب المغرب. هشجعه للنهائي باذن الله يعني. فشابوه منتخب المغرب بجد، عملتوا ماتش جامد وبتدونا دروس في كره القدم. تحياتنا لك اخي. صراحه وبالصحراء خوتي راه الكره المغربيه فاش كتفرج كره حلوه زوينه، كتستمتع، كتكون قتاليه، كتستمتع بالماتش، ما كتسخاش هذا الماتش يسالي والله العظيم، ماشي بحال لي ماتش اخرين. الف مبروك لاسود الاطلس للمغرب وهارد لك للسوريين. ولكن تعالوا خلونا نتكلم عن اسود الاطلس يا اخوان. يا اخوان اسود الاطلس اليوم سيطروا بالطول وبالعرض وانهوا احلام السوريين، ولكن ما شاهد مباراة اليوم سيطروا بالطول والعرض بالفريق الصف الثالث. فللامانه امكانيات الاسود غير، امكانيات المغرب غير. للامانه اليوم بدعوا، سووا كل شيء. فللامانه لولا الياس حارس سوريا لانتهت المباراه بالاربعه وبالخمسه. هاردك لاخوان السوريين، للامانه سويت كل شيء، انت سويت كل شيء ورحت لربع النهائي، ولكن ما حالفك الحظ لان امامك اسود الاطلس، امامك المغرب، لان الامكانيه هنا تقول ان المغرب اساسا فايز من قبل لا يلعب. مبروك علينا وهارد لك للسوريين. الفوز ليس كل شيء، ولكن هو الشيء الوحيد، وهم دول المغاربة، دول الزرازير، بقول لك الزرازير. وانتهت مباراة المنتخب المغربي والمنتخب السوري في ربع نهائي كأس العرب المقامة في قطر بفوز المنتخب المغربي بنتيجة 1-0 وتوديع المنتخب السوري من البطولة، وتأهل المنتخب المغربي لنصف نهائي البطولة. يا سوريا يا سوريا يا سوريا، هتفضلي مقفلة 90 دقيقة يا سوريا قدام مين؟ قدام المغرب مش هتقدري، الله يكون في عونك والله. سوريا مقفله 90 دقيقه قدام منتخب المغرب، والمغرب يحاول من هنا عرضيه ويحط بدماغه ويشوط من بره ال 18 ومن جوه ال 18 وشغال دعك يا عيني. والله صعبوا عليا سوريا، منتخب محترم بس يا جدعان المغرب يعني فخامه الاسم لوحدها تخوف. خلاص هم دلوقتي بقوا الفتره الاخيره مستحوذين على الكره في القاره الافريقيه كلها، واي حد هيقابلهم من قاره اسيا برضه هيحط عليهم، بعد احترامنا لكل المنتخبات في قاره اسيا. منتخب سوريا نازل قال لك يا باشا انا هطلع من الماتش لضربات جزاء وانا وحظي على الله حكايتي، وفعلا خلص الشوط الاول بالتعادل السلبي. الشوط الثاني نفس الموضوع، استحواذ من المنتخب المغرب وطخ تش وفين يوجعك. منتخب سوريا فضل صامد لحد الدقيقه 78، بس هتعملوا ايه؟ الله يكون في عونكم. لحد الدقيقه 78 يحرز المنتخب المغربي الهدف الاول عن طريق مين؟ وليد ازارو، اسود الاطلس الزرازير، ويولع الملعب يا رجاله. خلاص هم كانوا عايزين يوصلوا للهدف الاول عشان الماتش يتفتح، وبالفعل الماتش اتفتح. ومين بقى نزل؟ بتوع سوريا بقى قال لك ما بدهاش يا رجاله، يفتح الملعب ونزل عمر خربين ونخربها بقى. وفعلا الماتش اتفتح، بس المين للمغرب برضه عماله يا عيني دعك في منتخب سوريا، دعك لدرجه ان الحارس الياس يا عيني بقى يشيل من هنا ومن هنا. رجل المباراه والله رجل المباراه الياس. والمدرب المغربي بقى داهيه طارق السكتاوي، يعمل شويه تبديلات بقى ايه، يموت فيها الماتش ويمسك ملعب ويمسك نص الملعب ويروق المزاج. هم دول المغاربه، هم دول شمال افريقيا عموما، لما يكون عايزين يموتوا الماتش بيموتوا الماتش. ما ادوش فرصه للمنتخب السوري اصلا ان هو ينقل نقلتين ويطلع بهجمه مرتده، مفيش، من نص الملعب واقفين لهم. مبروك للمنتخب المغربي، مبروك وتستحقوها. الله يبارك فيك. هذه هي الكره الخوت، لعب لي كره بحال هكاك، زير لي الخصم، بقى سدد، المهم محاولات، مرة تسديدة مرة تمريرة، وزير ليا بنادم، وراه غادي تجيب الهدف، غادي تجيبه. شباب حكم مضحك، اقسم بالله العظيم بقانون كرة القدم ضربة جزاء لمنتخب سوريا 100%. الحكم رجع قال نورمال كونتاكت، نورمال يعني
نطحوا بدل ما ينطح الطابه للاعب سوريا، عملوا راسه يا زلمه وما بيحسبها ضربه جزاء. هذا حكم من شو؟ من سوق الجمعه. والله العظيم بعد اللعبه بتشوفوا التحليل، اذا مو ضربه جزاء 100% اعطيكم اللي بدكم اياه. ودي الله يهديك، راه نورمال كونتاكت هذاك اللي فيها الحمراء، راه خدا الحمراء وخرج. هذيك هي اللي فيها الحمراء فاش ضربوا في رجليه. اما هذيك راه نورمال كونتاكت، تلاقاو بريوسهم اش غيدير ليه؟ تعليقات جمهور المغرب على مباراتهم ضد منتخب سوريا بتكبر القلب. أخلاق الفرسان بكل ما تعنيه الكلمة. روح نكش بإنستغرام، شوف فيسبوك، طلع على تويتر، وما رح تلاقي إلا الكلام الطيب بحق سوريا كبلد، الشعب السوري، لك حتى الأكل السوري، الفن، المسلسلات، بالإضافة للحديث عن. هذا رد على خونا اللي دوزت لكم البارح في الفيديو اللي كان كيقول لك المغاربه كيسبوا كيديروا كيفعلوا. ها هو شوف، هادو هما المغاربه، هما شوف التعليقات ديالهم كيفاش دايرين. نعاودوا اخوتي من الاول، شوفوا لي التعليقات. تعليقات جمهور المغرب على مباراتهم ضد منتخب سوريا بتكبر القلب. أخلاق الفرسان بكل ما تعنيه الكلمة. روح نكش بإنستغرام، شوف فيسبوك، طلع على تويتر، وما رح تلاقي إلا الكلام الطيب بحق سوريا كبلد، الشعب السوري، لك حتى الأكل السوري، الفن، المسلسلات، بالإضافة للحديث عن منتخب سوريا الطيب خلال مشاركته ببطولة كأس العرب. شي بيخليك متحمس أكثر لمواجهة منتخب عالمي. طبيعي السوري يتمنى فوز سوريا، المغربي يتمنى فوز منتخب بلده، رغم انه كلنا بنعرف فرق شاسع بين سوريا والمغرب على مستوى كرة القدم بكل الفئات، لكن هاي 90 دقيقة كل شيء ممكن يصير. المهم نقدم مباراة ندية ونعطي أفضل ما عنا لمحاولة الوصول إلى الدور نصف النهائي. ربحت المغرب أو فازت سوريا، نحن شعبين على قلب واحد، صحتين وهنا على قلب الفائز مثل ما بيقولوا بالعام. تحياتنا الإخوان في سوريا، وهذه كتبقى مجرد كرة القدم، وهذو هما التعليقات ديال المغاربة. إلا لقيتي شي حاجة أخرى من غير هكا فراه ماشي مغاربة هادوك. حدثني عن الحظ يا جماعة الخير، حدثني عن نادي أو منتخب يسجل آخر الدقائق. المغرب إلى أين؟ المغرب أنا ما عاد بتكلم ضدكم أبدا إلا لين أشوفكم في النهاية ضدي. أنا أحتاجكم في النهاية عشان أسحقكم سحق. حتى نشوفوا بعدا واش غدوزوا للنهائي ولا لا. انتهاء المباراة بخسارة سوريا وتأهل المغرب للنصف النهائي. لا حول ولا قوة إلا بالله. حارسنا لازم نعمل له تمثال، لأنه بالفعل حارس لولا الحارس كان فات فينا 3-4 جوال. نتمنى إن شاء الله المنتخب تبعنا يكون أفضل بإذن الله بالبطولات الثانية بإذن الله تعالى. اللعب كان حلو جميل، توتر، ولكن هاي كرة القدم. مبروك للمغرب، حظ أوفر إن شاء الله لمنتخبنا السوري بإذن الله. السلام عليكم. الله يبارك فيك، هارد لك. رسميا يا جماعة الخير منتخب المغرب إلى دوري الأربعة بعد فوزه على منتخب سوريا. ألف مبروك للمغرب وهارد لك لسوريا يا جماعة الخير، قدموا مستوى جبار. شفت المباراة يا جماعة الخير، مباراة جدا جميلة من الطرفين. سوريا قدمت مستوى والمغرب قدمت مستوى، وهذه كرة القدم، فوز وخسارة. مبروك للمغرب وهارد لك لسوريا، ولا تنسوا المتابعة واللايك والكومنت والشير، واشوفكم على خير. شوفوا اخوتي اخر فيديو معنا ونساليو هذا الفيديو هذا. السلام عليكم. تأهلنا صاحبي النصف النهائي، مبروك علينا، ولكن اخو راه شحفونا. واش حفونا؟ جاو حتى لعندنا عاد قال لكم ما بداو بغاو يلعبوا 90 دقيقة هما كيدافعوا. هاد الشاورما هادي طلعت خاصة شي براد ديالها وقفت لينا هنا بحال تاكل شي شاورما تتكون بايته، تيكون هذاك الدجاج بايت تتبقى تمضغ فيها ما تتبغيش تصرط لك. وراه هكاك هادشي اللي داروا لنا، كل ما واحد دقه ديالاتي واحد الكاساتي كاع ما دوز. مبروك علينا التأهل لنصف النهائي، ومبروك على المغاربه كاملين. وعرفت بزاف ديال البطاقات الحمرين وبزاف ديال الاصابات، ولكن دابا راه النصف هذا خصنا نزيرو، ما بقى والو. الدراري ترجلوا معانا، وان شاء الله هذيك الكاس نجيبوها من قطر ان شاء الله. ولما لا، كنتمناو على الله ناخذ هاد كاس العرب. المهم الاخوان ديالي كان هذا هو الفيديو، كنتمنى يعجبكم الاخوان. المهم فيديوهات في اطار كره القدم وصافي لا غير. كنتمنى الفيديو يعجبكم، خليونا لايك ديالكم ولي كومونتير، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.